مصر عندي، تركبي وتعيشي ملكة ولا تفضلي هنا للكلاب تنهش فيكي؟ بصيت له بخوف، بس الغل اللي جوايا كان أكبر. ركبت معاه وما كنتش عارفة أني رايحة للجحيم برجلية. الراجل ده طلع سالم بيه، رجل أعمال مشبوه، وعرض عليا عرض شيطاني. أنا عارف اللي حصلك، كريم يبقى المحاسب بتاعي، والنصب اللي عمله عليكي ده ولا حاجة جنب اللي بيعمله في شغلي. لو ساعدتيني أفضحه وأدمره هرجعلك حقك تالت ومتلت، بس المقابل. سكت لحظة وبصلي بابتسامة خبيثة. المقابل إنك تكوني الطعم، لازم تدخلي وسطهم تاني، بس المرة دي مش كنور الغلبانة، المرة دي هتدخلي بصفتك خطيبتي الجديدة. وافقت وقررت أبيع الشيطان روحي عشان انتقم. وبعد أسبوع سالم بيه عمل حفلة كبيرة عزم فيها كل الموظفين بما فيهم كريم. دخلت القاعة ماسكة في إيد سالم، لابسة فستان يجنن وكل ثقة. كريم أول ما شافني الكاس وقع من إيده واتكسر 100 حتة. عيونه كانت هتطلع من مكانها وهو بيهمس نور. قربت منه بابتسامة باردة وهمست في ودنه، نور ماتت يا كريم، اللي واقفة قدامك دي كابوسك الجديد. وفجأة النور اتقطع في القاعة كلها، ولما رجع حصلت المصيبة اللي محدش كان عامل حسابها. الجزء التاني، لعبة الانتقام. النور لما رجع لقينا سالم بيه واقع على الأرض غرقان في دمه والسكينة مغروزة في قلبه. القاعة اتقلبت صويت وصراخ، والشرطة جت قفلت المكان. كل الأنظار كانت عليا، أنا كنت أقرب واحدة ليه، بس المفاجأة إنه كريم هو اللي كان واقف ماسك منديل مليان دم. الشرطة قبضت على كريم بتهمة القتل، وأنا واقفة بتمثل بالصدمة، بس من جوايا بضحك.